الحكم هناك حالتان في منتهى الأهمية لهما تأثير كبير جدا في نتيجة المباراة. حالتين حدثتا في الشوط الأول. تعالوا مع بعض نشوف الحالة الأولى ونشوف القرار اللي اتخذوا الحكم في هذه الحالة. بلانتي توشات يديه وقيلا يحتسب ركلة حرة توشات يديه جكرو ضد الفريق المغربي وينذر اللاعب المغربي. ما هو الخطأ الذي شنو ضربوا الاخر؟ قدموا على الأرض، قدموا على الأرض. نكمل. قدموا على الأرض. من الذي ذهب إليه؟ المدافع. المدافع هو الذي ذهب إليه. المدافع الذي ارتكب المخالفة. بلانتي. إذا هذه مخالفة على مدافع داخل منطقة جزاء. بلانتي ديالنا. تحتسب ركلة جزاء. بهذا الوضوح لم تحتسب ركلة جزاء، ولكن احتسبت مخالفة على المهاجم. ارتكب المخالفة بساقه بالجزء الأعلى من الساق. من الذي ارتكب المخالفة بوضوح؟ ركلة جزاء لم تحتسب للمغرب. طيب، حالة ثانية في نفس الشوط أو في نهاية الشوط الأول، وهنشوف مع بعض أيضا مخالفة. شوف مع بعض ركلة ثابتة وهناك سقوط. سقوط ديال أوناحي جروا الديفونسور. انتهت باحتساب مخالفة في وسط الملعب واحتجاج كبير من لاعبي الفريق. شو اللي كان يشدوا من أكثر من مكان، لكن هنركز على اللاعب اللي قدامنا دلوقتي. هما الاثنين في نفس الحيز، ومن طرف واحد، بمعنى انه مفيش لاعب مغربي بيمسك فانيلا. الفانيلا ممسوكه من المدافعين، مدافعي المنتخب الفرنسي. نشوف مع بعض اللاعب رقم 15 للمغرب ممسوك بهذا الشكل واستمر المسك. خلينا نكمل اللقطه. استمر المسك واستمر تكتيف اللاعب حتى سقط على الأرض. شفنا في مباريات كثيرة في البطولة